دور عبد الملك زرزور في فيلم ابراهيم الابيض من اصعب الادوار اللي هي ممكن تقابلني في حياتي او اللي قابلتني في حياتي. عبد الملك زرزور السن 78 سنه، غير مسجل. حد لشوق لحاجه مش مسجل خطر بقى، غير مسجل، خطر على الامن، ظبط في كذا قضيه مش عارف ايه ودعاره وجلب ومخدرات ولم يثبت عليه شيء. اعتقل 3 مرات واخلص. تعك من ورا ظهري، تسمع عدوي. هو بيعتبر اله، يعني هو بيعتبر نفسه اله المنطقه دي كلها. انا حييتك تاني. لما تشوف نياب الديب اوعى تفتكر انه بيبتسم. عاوزك تقعد كده وتفكر في الكلمتين دول بينك وبين نفسك، لان دول فيهم حياتك وفيهم مماتك. ده يعني الجبار، لكن هو انسان، يعني هو جواه، هو انسان لانه بيحب بنته ايا كان، جواه نوع من الحب، وقاتل والضعف وسايكوباتيك يعني. بعدين يا ابو اليوسف ايه، هناخد صوره ذكرى؟ يعني سايكوباتيك، يعني عارف ان ده ضرر ومش مقتنع وبيبارك هذا الضرر لان كل واحد عامله. عاجبك ليش؟ ان الراجل ده طبعا يعني ده حاجه يعني، وطبعا لانه بيشتغل في مخدرات، اكيد يبقى لازم يبقى صوته مبحوح. اكيد السن 78 سنه لا يمكن الشعر هيبقى مع الشقاوه مع القلق، ما هيبقى فعملت له انه يبقى اصلع من هنا. اكيد بدقنه عشان تديله الهيبه بتاعته، خاتم برضه يتعيب يعني، وطلعت شخصيه زي ما انت شفتها. لو في نخله فرعه في حوش بيتك جذورها مدت وهيجي لها يوم تضايقك، تقطعها على طول ولا تستنى بلعها الاول وبعدين تقطعها؟